السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. بسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر. جزاكم الله كل خير على متابعتكم الجميلة ليا، وكومنتاتكم الاجمل ولايكاتكم الاحلى واحلى. ربنا يكبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماء والارض. اللهم انصرهم في فلسطين، في السودان، في لبنان، في اليمن، في كل دول العربية يا رب. وجعلنا مترابطين كعرب لحد يوم الدين، ولا تدخل فينا حاجة وحشة أبدا يا رب. وجعلنا كده يا رب إيد واحدة، اللهم أمين يا رب العالمين. خير يا شيرين، هتتكلمي في إيه النهاردة؟ بصراحة يا جماعة، الفيديو ده عايزة أعمله بقالي أسبوع مترددة، بس قلت لازم أعمله النهاردة وأوفي لها حقها. أنا صح انتقدتها كتير وجيت عليها بأمانة، وبعد كده لما سألت عنها وحاولت ان انا يعني اسال هل انا ظلمتها في نقدي ام لا. طبعا كل الحوارات اللي كانت بتحصل على اليوتيوب اكيد كلكم عارفين ان محدش ظلمها في اللي كان بيحصل على اليوتيوب، لان هما كانوا بيطلعوا قدامنا بكل حاجه. لكن كحياتها الشخصيه ان انا مثلا جيت عليها برضو شويه، مع ان كنت عارفه ان هي ظروفها يعني ان هي لما طلعت اصلا على اليوتيوب كانت ظروفها زي الزفت. يوميات فاطمه، يوميات فاطمه يا جماعه، بصراحه انا بتاسف لها النهارده، بقول لها انا بتاسف لك بجد. انا ماليش دعوه انت بتشحتي ما بتشحتيش، انت كويسه ما انتش كويسه. إيه اللي انا طالعه اقوله فيه؟ انا كحد اشوف محتوى ليكي سيء او محتوى كويس هطلع اتكلم فيه. لكن انا بتاسف لك على ان انا فعلا جيت عليكي كتير، لكن دايما كنت احسن مني وما كنتش بتغلطي فيا. وجوزك عمره ما قل ادبه، ولا عمره اتلفظ بلفظ، ولا عمره قال كلمة في حقي. بجد والله يا ابو ادم انا بشكرك من قلبي. ومش معنى ان انا طالعه النهارده يا جماعه عشان ان انا اتاسف، او معنى ان انا مثلا بقول لفاطمه معلش انا جيت عليكي. خدي بالك انا والله العظيم مش عشان حاجه، ولا علشان ان انا مثلا هشوف عيوبك هسكت. لا، انت زيك زي اي قناه يا فاطمه، زيك زي اي قناه. بس لما باجي اقارنك واقارن فيديوهاتك كلها اللي كانت وش السعد عليا، هفضل اقولها وش السعد عليا، فيديوهات فاطمه يا جماعه، يوميات فاطمه، من كنت يعني 1000 وحاجه مشترك لفجاه لقيت 5000 مشترك. تمام؟ لما انا جيت اتكلمت في حقها، لما كانت عامله مشاكل هي واهلها واخواتها، فطبعا المؤشر عندي ضرب. اقسمت بالله يا جماعه، عايزه اقول لكم ان انا كنت معايا ساعتها 47 دولار، فجاه لقيت بقى معايا 80 دولار. ازاي؟ مش عارفه. مع ان ال 47 دول قعدت اجيبهم في يجي 6 شهور، 6 شهور او اكتر كمان. فانا مش قلة الاصل، ولا اقدر انسج من حد، حتى لو كنت في يوم من الايام بسبب نقدهم، بسبب ان انا انتقدتهم يا جماعه، فربنا فتحها عليا، او بقى عندي متابعين من كل العالم، او بقت عندي ناس كتير بتدخل. انا عمري ما هنسى فضل حد عليا. تمام؟ حتى لو كنت انا مش متفقه معاكي في حاجات يا فاطمه، بس انا بجد اللي شفته من اهلك واللي شفته من اخوكي، اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيه هو ومراته، ويقعد له يا رب، يقعد له يا رب. انت يا رب المنتقم الجبار، وانت اللي قادر يا رب، انت اللي بتاخد الحقوق، قادر تخلص يا رب حقي من الناس دي. عرفت قيمتك منهم، عرفت قيمة جوزك منهم. طبعا ابوكي حسبي الله ونعم الوكيل فيه هو كمان، لانه مش اب عادل، اب خواف، بيخاف، عنده اللي يديله فلوس احسن من عينه. بس المهم تديني فلوس، هتديني فلوس هطلع معاك، مش هتديني هطلع عليك. ده اللي انا فهمته بعد ما كنت بقولك ابوكي اخواتك، ولحد الان افضل اقولك اهلك، اهلك لا تهلك، اهلك لا تهلك. بس بجد اللي شفته من اهلك حسبي الله ونعم الوكيل، خليكي فعلا تبعدي عنهم خالص وتمشي جنب الحيط. وانا لما سالت عليكم ام محمود بصراحه قالت لي في حق الكلام كويس، وقالت والله يا جماعه للامانه، عشان كل قنوات النقد، كل الناس اللي هتسمعني، للامانه، فاطمه يا جماعه ما كانش حيلتها جنيه. فاطمه يا جماعه كانت بتقضي بقت عشاها نوم. فاطمه ما كانش حيلتها اي حاجه في اي حاجه. فيعني بصوا بقى، اللي هو عارفين الناس اللي هم الفقراء جدا، اللي على قد حالهم جدا، كانت دي يوميات فاطمه. بس انا لما طلعت انتقدت على مشاكلكم، والناس كلها كانت بتتفرج علينا.
فطبعا لما ربنا فتحها عليكي واداكي، ابتديتي انت تطلبي كمان وكمان وكمان. فده كان بالنسبه لي انا كيوتيوبر طبعا جديده، ما اناش فاهمه الكلام ده. هو في حد كده؟ هو في ناس كده؟ هو في حد بيطلب كده؟ هو يعني فاهميني ازاي؟ عشان كده كنت بنتقد في كده. لكن عمري ما جوزك يشهد الله عليا ان عمري ما جوزك ما قل ادبه عليا، ولا غلط فيا، ولا انت غلطت فيا. وجيتي كتبت لي قبل كده تعليق واتنين، وقلت لي فيهم بكره يا مدام شيري هتعرفي الحقيقه، وهتعرفي اني ما جيتش على اهلي، وهتعرفي ان اهلي دول بهدلوني وجم عليا وعملوا فيا كتير، واني ربنا وحده اللي عالم باللي انا فيه ده استحق ولا لا. وانا ساعتها قلت لك نورتي وحقك عليا. وده مش عيب يا جماعه ان اي قناه، اي ناقد بيتكلم في حقها وهي عايزه تصحح، مش عيب انك تخشي وتقولي له، ومش عيب انك تكلميه وتفهميه وجهه نظرك ايه، او انا قصدي ايه، او انا عملت كده ليه. هو هياخد كلامك تمام، هو هياخد كلامك وممكن يصدق كلامك وممكن ما يصدقوش، هو حر، بس على الاقل انت عملت اللي عليك. ابوكي ده لما جه في يوم من الايام يعيط ويقول حشوها عني، غتوني، غتوني من بنتي، كنت طالع تستغيث بمين يا حاج؟ مش كنت طالع تستغيث بينا؟ دلوقتي بتقول لنا مالكمش دعوه. طب نصدقك ولا نصدق مين بالظبط؟ يعني انت راجل كبير، راجل كبير، نصدقك ولا نصدق اللي احنا شايفينه؟ فاكر لما كنت بتقول غتوني غتوني؟ دلوقتي لما جينا نغيتك ونتكلم في حقك بقيت دلوقتي محدش ليه دعوه ومحدش يتكلم؟ شكلكوا وحش قوي. انت راجل اولا عندك معاش، عندك معاش، راجل فلاح ومزارع وارضك بتطلع خير، راجل عندك لا مؤاخذه يا جماعه مواشي بيجيلك منها خير. يعني انت راجل بسم الله ما شاء الله من كله، جوزت عيالك كلهم، عندك عيالين لسه في الظهور كده، يعني لسه صغيرين، طلباتهم ان هم ياكلوا ويشربوا ويلبسوا. لو عيل تعب مره ولا اتنين في السنه بتاخدهم وتروح تكشفوا عليهم وتجيبوا لهم العلاج. هل مرتبك ما يكفيهمش عشان اللي انت بتعمله ده؟ ابنك النطع اللي مطلعك ده علشان تشحت وعشان تقعد في بيته اللي هو مبني بالطوب عشان تصعب على الناس والناس تديك. قولوا يا حول الله. طبعا ما هو يا جماعه مش كل الناس عارفينهم، مش كل الناس عارفينهم، مش كل الناس عارفين حكاياتهم. ناس كتير بتدخل في الكومنتات مبهدلاهم ومسحين بكرامتهم الارض. بتبقى فرحان وانت قاعد وسامع وشايف ابوك بيتهزق التهزيق ده كله هو ومراته، وعشان ما بيعرفوش لا يقرأوا ولا يكتبوا سايبين كده التعالات كل داخل بيشوفها. اللي فاهم بيريح، عارف الكلام اللي بيتقال ده ليه؟ عشان ناس نصابة. اما اللي مش فاهم لك يا حول الله يا رب، ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعة؟ حرام والله. الناس غلابة، كل الناس غلابة يا باشمهندس، يا دكتور، كل الناس غلابة. بس الناس ديت غلبهم بقلة أدب، غلبهم بقلة أدب. أتمنى كل الناس تدخل القناة عندنا ويسمعوا الحكاية عن الناس دي بتوع الصعيد يا جماعة، الناس اللي عروا كل الصعايدة باللي هم عملوه. تطلعوا تقولوا مالكمش دعوة بينا. هو مين اللي طلع الفضايح بتاعتك يا أستاذ؟ مش مراتك؟ طب طلعتها ليه على اليوتيوب لما مخليه الناس كل شاطر ما حدش ليه دعوة بينا يا جماعة، سيبوني في حالي، سيبوني اكل عيش؟ طب انت طلعت اتكلمت ليه؟ هو احنا اللي طلعنا العيش من بقك؟ هو احنا اللي قلنا لك بالله عليكي ما انت واكله عيش على اليوتيوب يلا مش هتطلعي بره؟ مش انت اللي طلعتي فضحتي؟ مش انت اللي طلعتي قلتي ان هو بيتكلم كذا وماشي مع واحده ومعاه 5 عيال وي؟ ومش انت اللي ثبتت الكومنت بتاع انت قصدك على ام فلان؟ مش انت؟ مش انت ولا يمكن انا ما اناش شايفه؟ طيب ولا يمكن انا باجي عندكم واتعامى ولا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. قلت لكم انا ممكن اكون سامحت الدنيا كلها، سمعت عشان من ترك شيئا لله فعوضه الله، لكن انتوا بالذات انا مش قادره اسامحكم. العفو عند المقدرة، وانا مش قادره اعفو عنكم، مش قادره اسامحكم بجد. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وفي كل حد يسب وليا. هي ما عملتش في حاجه، هي ما عملتش في حاجه، هي ما جاتش ما ثبتوش اصلا. انتوا كل يوم لكم فضايح، كل يوم عمالين. ايه ده؟ ايه قله الادب اللي فيكم دي؟ عيب. انتوا في يوم من الايام اتكلمتوا على بعض وطلعتوا حتى مشاكل، حتى فيديوهاتك القذرة معايا على التليفون، وقسمت بالله بقول يا رب استر عرض ولا انا ما برضاش اتفرج عليه
عشان انا اصلا مستاءة من اللي بيحصل. عرتونا كمصريين، عرتونا انكم متقال عليكم ان انتوا اصلا من الصعيد. ازاي من الصعيد؟ هم الصعيدة كده، هم الصعيدة كده. ايه ده يا اخي؟ ده مفيش راجل يطلع على مرة، لا بل انت صعيدي تطلع على مرة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وعايزه اقول لك البثات اللي عندك يا استاذ صباح يا جوز زكيه، انا عايزاها تفضل موجوده، بل انا عايزاك تنزل كل الفيديوهات والبثات اللي انت كنت شايلها كمان، عشان كل الناس لما تدخل لي في البثات ويعرفوا ان دي قناتك ويخشوا يسمعوها ويشوفوها، فعلا ما تلاقيش اي حد يقول لك انت فين. الناس لو كانت زمان بتقول عليك محترم، فالحمد لله نص المتابعين اللي عندكم مشوا وسابوكم وما دخلكمش الا الجديد اللي ما يعرفش عنكم حاجه، ده اللي متابعكم. في ناس جديده دخلت لكم ما تعرفش عنكم حاجه، والباقي ناس بتتابعكم من بعيد عشان تشوفكم انتوا بتقولوا ايه. سواء بقى اختك، سواء مش اختك، سواء حد تاني، سواء من متابعيني، المهم ان مش كله انت يعني، ومش كله اللي كان عندكم، لان اللي انتوا عملتوه لا يغتفر. ناس كتير تقول شيرين الغلط دايما على الست مش على الراجل. انا معاكم، انتوا صح، بس في الحالة دي الغلط على النطع، الاخ الكبير اللي عينه تزوغ على مرات اخوه. فانت العيب عليك انت اكتر المرات. ليه بقى؟ لان مرات اخوك مش من لحمكم ومن دمكم، انت ممكن تطلقها وتمشي، لكن انت اخوك يطلقك؟ ينفع اخوك يطلقك؟ لو ينفع تمام. اي يعني لو اختي زعلتني ولا لا روح انت طالق، روح انت طالق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بتأسف لك يا فاطمة، وبقول لك معلش، انا ما كنتش عارفه ان اهلك بالزبالة دي كلها. فعلا ده ما كانش اخ، ده ما يتقالش عليه اخ، ده يتقال عليه حسبي الله ونعم الوكيل. يلا دمتم في رعاية الله واستودعكم في الله.